كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وربنا يعود علينا الأيام وعليكم بالخير يا رب. أحلى حاجة في رمضان هي الهدوء وراحة البال، وإن احنا دايما نكون قاعدين، يعني تبقي ضامنة إن مفيش حد هيجيلك. ولا مفيش حد هيجيلك. احنا جايين ناكل عندكم النهارده. لان طبعا رمضان على الاقل يبقى فيها اتصال، مثلا احنا هنيجي، ينفع نيجي، عاملين حسابنا مش عاملين حسابنا. عاملين فطار ايه النهارده؟ ده بقى للاسف الوضع اللي احنا فيه. كلنا جايين ناكل عندكم. فالنهارده ان شاء الله ايه ده؟ ثواني يا جماعه، في فيديو بيتصور. النهارده ان شاء الله روتين رمضاني. نشوف بقى الناس يا جماعه، ثواني نشوف بقى الناس اللي جولنا دول احنا هنأكلهم ايه النهارده ان شاء الله. ايه ده؟ النهارده ان شاء الله هنحاول نديهم مصنعات على قد ما ربنا يقدرنا علشان نخلص منهم ومن زنهم. تمام. هنبدا. ولا وانت عاملين لي اكل عصاير بس؟ لا النهارده مفيش، النهارده صيام. عصير برتقال كمان؟ لا اله الا الله، بطلوا دوشه، تمتعوا بالهدوء شويه. هنا بقى هنبدا نعمل التمر اللي هو البودره ده. سمعت ان هو مضر جدا فحبيت ان انا اجيبه لهم عشان ممكن بطنهم توجعهم وما يجولناش تاني في رمضان. على فكره يا دينا، قبل رمضان لازم تتصلي على الاقل، تقول انا جايه انا. اتصل ليه؟ طب انتوا احنا معزومين بره. لا هاجي اقعد استناك. هتستنينا؟ احنا نتسحر كمان. تسحروا؟ انت هتروحي دلوقتي. اتفضل. وكمان هنحط السكر. والله ما فاكره حطيت كام معلقه تمر، مش فاكره. تمام. انا هحط معلقه تمر تاني لان هم الخضه بس منسياني هم عملوا ايه. سليم روح اقعد مع رضا بره. لو في بقى ماء ورد او ماء زهر بيديله طعم جميل جدا. بس كده برضو مش وحش، وحتى لو وحش وما عجبهمش اهو فرصه وايه ما يجوش عندنا تاني. هنيجي عادي مش مشكله، المره تطلع حلوه ومره تطلع وحشه. طب خدي حطي في التلاجة. فعلشان يعني لو التمر مثلا ما فيش نصيب مثلا وما عملهمش حاجه، فهعمل لهم برضو ايه تانك. عندكم بيبس كمان؟ عندنا بيبس. ما نعرفش ان انتوا جايين. طيب معلش شويه تمر اتدلقوا مني بس. شويه تمر بوظت التلاجة كمان، لسه غاسلينها. هنا بقى كمان زي ما قلت لكم كده نحط لهم تانك. التانك ده يعني كيس عندي بقى له مثلا سنه ولا سنه ونص، فاكيد بايظ. سنه ايه؟ ازاي بقول لك انا وانا صغيره؟ ايوه رحت اشتريتهولك. طب كام بكام ونص؟ هو تانك مع المقاطعه. هو عامه لو مع المقاطعه انا هبلغ عنك. انا مالي؟ مش كده جايبها؟ مش بتقولي انت جايباه وانت صغيره؟ لا انا بهزر. ما طلعتي العبي بالفانوس بره وتسيبيني في حالي. هو عليه سكر. يلا عشان يبقى مسكر حلو، يمكن يجي لكم الايه. يمكن يغلى عندكم دم شويه. شفتوا بقى بنحط لكم سكر في الزمن اللي ما فيهوش سكر. عندكم سكر؟ عندنا سكر. شفتي؟ لكن غنيه. عايزين بلح ولا مالكوش فيه؟ لا ماشي. عندنا طب بلح طري، نبقى نحط بلح طري. يبقى هنعمل بلح. بس كده نشوف بقى هنعمل اكل ايه. صدقوني النهارده كنا ناويين نقضيها خفيف، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. انتوا تريدينا؟ هنقف. لو انا طردتك تمشي؟ لا انا هقف. طيب اوكي. رحنا بقى اخدنا جوله في الفريزر، فقررت ان انا اعمل لهم كرنب هنسيحه بقى في الميه على طول. ودي بقى حلاوه التفريزات، ان انت الحاجه عندك تبقى جاهزه. هاتي كده الطماطم يا دينا والبصل. تمام. بصوا الكرنب اهو جاهز، يا دوبك هنسيحه. الطماطم اهي جاهزه، الخضره كمان جاهزه، والبصل كمان جاهز. فيعني ان شاء الله باذن الله مش هياخد معانا اي وقت. انا عايزه اقول لكم ان احنا العصر قرب يأذن، فمش هياخد معانا اي وقت باذن الله. وكمان هنعمل السمبوسه. ماشي. هنحشيها
بالجبنه وبالموتزاريلا. وعايزين فراخ غاليه. كلك ذوق والله. كل ذوق، يبقى مش عايزين فراخ. طب يا جماعه خلاص هم عايزين ناكل. ايه تمسكي بامك كلام. ماشي. وهنعمل ان شاء الله فراخ بطريقه حلوه قوي قوي، هطلعهم على المستشفى. هطلعهم على المستشفى على طول، فمش هيجونا تاني. فيلا بينا بقى نروح نعمل ايه تسبيكه بعدين المحشي. جوزك قال لي باتي اوعي تسمعي كلام حد. انا ده اخويا الكبير. لا. صدقيني هفكري فيها هتنفع. لا مش هينفع. هو احنا لو روحنا النهارده نيجي بكره الصبح. خلاص بهيتوا بقى. صوري. انا فتحت التصوير، فضايحك كلها باينه على النت. انا مش هعمل مونتاج اساسا خلاص، ما عنديش خلق للمونتاج. هنا بقى حطينا البصل وهنضيف الزيت وهنحمره ايه على البوتاجاز. هيا بينا يا رفاق. تعالوا بقى نعملهم معامله عربيات الفول، ونحط التوابل في الطبق ده. هعملكم معامله عربيات الفول ماشي، لان انا طبعا ايه بتبل البصل، فنكون مجهزين التوابل علشان ايه على حسب ما هتعملي رز هتحطي ملح ماشي. فانا كيلو الرز بياخد ايه معلقه ملح. هشيل منه شويه كده سنه صغيره. ليه بقى؟ لان الملح ده بيحدق. الملح ما بقاش زي زمان. احط كمان فلفل اسود. اي توابل عندك بقى حطيها. ايه ده يا دينا؟ فاكره اما كنا عند العطار وقال لي انت ما جربتيش بقى توابل المحشي؟ استني كده لما نجربها نحطها. لا والله. نحط شويه شطه. طعم جميل. انا جربتها. طب بس انا مش هكتر انا في التوابل علشان نديها هي فرصتها ماشي. نحط بس سنه نعناع. المحشي من غير نعناع زي البيت من غير نت. تعالوا نشوف توابل المحشي دي. يا ترى بقى انا حطيتها فين؟ هي الساعه كام؟ انا حاسه جوعتي ولا ايه؟ جوعتي؟ ده لسه بدري قوي. مش عارفه العصر اذن ولا لا. كل شويه امسكها وارجعها تاني. تمام. وهنحط بقى ايه؟ هي فيها قشر توم؟ ده بس على فكره فيها شويه بهارات بنت لذيذه. لا والله. انتي جبتي منه هو نفس الراجل؟ فهي نفس الشركه. هي شركه منزلاها في علبه. مش هو اللي عاملها. طيب يلا بينا بقى نروح نتبل البصل. هنا بقى البصل كده لون معانا شويه، فهنضيف عليه بقى ايه التوابل اللي احنا عملناها مع بعض. بس تصدق تفريز البصل ده حلو. تفريز البصل منجز معاكي في الوقت، وفي نفس الوقت ما تهلكيش البصل. ايوه. يعني البصل طول ما هو عندك صحيح كده بيخلص بسرعه. ايوه صح. لكن لما بتفرزيه بياخد معاكي وقت حلو قوي. ايوه فاهم. المهم بعد ما هنطلع ريحه التوابل هننزل بقى ايه بالصلصه وبالطماطم. تمام. في الاختصار بقى بعد ما الطماطم تتسبك معانا ننزل بالخضره، وبعد كده ننزل بالرز، وبعد كده نديها تقلبتين كده والرز على البوتاجاز وناخدها بقى ونحشي. نتقابل بقى. التوابل حلوه. نتقابل بقى في الحشو ماشي. مع السلامه. هنا بقى ايه خلاص زي ما قلت لكم بعد ما عملنا البصل نزلنا. ممكن تطلعوا بره لو سمحتوا. بعد البصل نزلنا بالطماطم خلاص بالصلصه. نزلنا الاول بالصلصه بتاعت العلب وبعد كده نزلنا بالطماطم. طبعا كنا متبلين البصل زي ما انتم شفتوا الاول. تمام. وبعد كده الخضره والرز خلاص اديتها تشويحه كده على البوتاجاز، وبدات ان انا ايه اطفي عليها. انا هنقلها بقى في طبق تاني، وبعد كده اقول لكم الخطوه الاختياريه بس اللي بتخلي المحشي طعمه في حته تاني. فلو عايزين بقى تعملوها ايه ابقوا اعملوها. او طبعا حطيت برضو ايه فلفل حار. برضو الفلفل الحار ده بيكون اختياري. تمام. حته تانية دي هنتكلموا صح؟ الحته التانية هنركب لها مواصلات.
معلش اختي خفيفه الدم وانا عارفه ان انتوا صايمين، فايه استحملوها، تاخدوا ثواب في رمضان. ماشي. هنقل بقى الرز كله كده، وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه. بصوا بقى التكايه اللي بقول لكم بتخلي الطعم حلو قوي، وهي ان احنا نبشر بصلايه تمام، ونبشر طماطمايه وننزل عليها كده بعد ما نخلص خالص، بس كده ونقلبها. طبعا انتي ظابطه الحياء بتاعك تمام، وفي توقيت غير رمضان لو انتي حابه مثلا انتي تسلقيه وتتاكدي تاكدي، ولكن انا بعلم الرز بالملح، يعني كيلو رز ياخد معلقه ملح، بس الملح اللي انا جايباه دوت مالح قوي، فعشان كده شلت من المعلقه شويه. بس كده خلاص بقى ايه، هنبدا ان احنا نلف المحشي. طبعا ورق المحشي حطيناه، ورق الكرنب حطيناه في ميه علشان ايه، علشان يفك بسرعه. طبعا في حاجه اسمها ضيوف الغفله، فضيوف الغفله لما تجيلك طول ما انت بقى شفتوا بقى اهميه التفريزات، هي دي بقى اهميه التفريزات، بتنفعك وقت ضيوف الغفله. يجوا براحتهم بقى. هنروح بقى هندي بقى ضيوف الغفله دول يلفوا المحشي كنوع من انواع العقاب، وهنروح بقى نعمل مع بعض الخل خلص تقريبا، خلص. هنروح نعمل الفراخ. ماشي. وتعالى اوريكم حاجه. بنعمل بتنجان مخلل، والبتنجان المخلل يعني دينا اخت صراحه فشلة في كل حاجه، بس ناجحه في البتنجان المخلل. كنت هقول لك الله يخليكي. والله بتعمل بتنجان حلو. هنا بقى للاسف انتوا دينا تشرح لكم دلوقتي هي بتعمل ايه. ربنا معاكم. هاي يا جماعه. بصوا بقى، انا قريت البتنجان اهو، وايه، وهحطه في البوله دي كده، انا هحط دي هنا كده، وايه دي الخلطه. علي صوتك يا بنتي، علي صوتك. بس انا رقيقه. بصي وبعدين اقول لك صوتك واطي تقولي اصل التليفون. بصوا هنحط بقى ايه التتبيله دي، توم بقى وفلفل وليمون وكمون وملح. بصوا هنحطها كده، بعد كده هنجيب كده البتنجان لما تيجوا تقلوه عشان يبقى حلو معاكم ومستوي، توطوا عليه النار عشان ما يتحرقش منكم. حلوه المعلومه دي. حلوه المعلومه دي. لو خلصتي معلوماتك وحشيتي واحده خلاص اقفلي بقى الكاميرا واوريهم ايه، اوريكم ما يخلص. هوريهولكم بقى لما يخلص. خلص ولا ايه؟ عملت البتنجان اهو ورصيته وبقى بالشكل ده. هنا بقى الفراخ غسلناها ورصيناها. هتعملي بقى فرخه، هتعملي فرختين، هتعملي فرخه ونص، هتعملي ربع فرخه، المهم ايه، هتجيبي الفراخ بتاعتك وهترصيها بالشكل ده. وهنا بقى هنكون مقطعين بصل. ماشي. انا مقطعه كده قيمه 3 بصلات، بس دول 3 بصلات كبار قوي. ها ماشي، حطوا حبيبي. وهاخد كده نص كميه البصل دي وهحطها على الفراخ. خلاص، يبقى انا النص هغسيبه بره والنص هستخدمه. هحط بقى على الفراخ فلفل اسمر تمام، وهحط طبعا التوب بتاعنا اللي هو احنا مش لاقيينه فمش هنحطه، اللي هو ده. استنى ثانيه واحده. ايوه، حطي بهارات المحشي كمان فيها كل حاجه. لا هنحط بقى الملح المبهر اللي احنا عاملينه مع بعض، اقوى تتبيله ملح تمام. وهنحط بقى ايه الملح العادي، هنحط الملح العادي شويه صغيرين قوي عشان احنا لسه هنحط ملح في مكان تاني. تمام. هنحط كده قيمه مثلا ايه معلقه صغيره. بس كده. وهنبدا بقى ان احنا ندعك الفراخ دي في البصل حلو. طبعا الحركه دي كل ما تعمليها بدري كل ما يكون احسن.
يعني انت مثلا هتعملي صينيه الفراخ دي النهارده، ممكن تتبليها بالليل، تتبليها اول ما تصحي من النوم وتدخليها الفرن قبل المغرب. يعني كل ما هتقعد في التتبيله كل ما يكون احسن. اما انا كولاء عاملاها الساعه كام؟ الساعه كام دلوقتي يا دينا؟ الساعه تقريبا داخله على 5 ولا حاجه. فهي مش هتقعد معايا في التتبيله خالص، هي هتقعد معايا بس الوقت عقبال ما هجهز بقيه الخطوات. تمام. بس كده هروح هسيبها بقى كده، هروح اغسل ايدي واقول لكم بقى الخطوه اللي بعد كده. خليكم معايا. خلاص هنحط بقى الزبده. بص عايزه اقول لك انا ومتابعيني اصحاب مع بعض، ما تفرقش معانا الشكليات دي، شكل ومش شكل بقى مش مهم. هم عارفين البتاعه بتاعتي المحروقه دي اللي انا بحب اشتغل بيها، والمعلقه الصغيره. بصوا بقى هننزل بقى بالبصل ونبدا ان احنا نكرمله كده مع الزبده. تمام. يبقى دي الخطوه الاولى كده، ان انا هنزل بالبصل وهدبله في الزبده. هنا بقى البصل بصوا ده شكله دلوقتي. في المرحله دي بقى هنزل بالثوم، بس انا عندي بقى الثوم اللي هو اللي باقي من المخلل هنزل بيه متبل بقى وحلو، اللي هو اللي باقي من البتنجان. هنا تنزلي بقى بالثوم، وبعد كده بس ريحته تحفه. وبعد كده بقى تنزلي بالفلفل سواء رومي او حار، شوفي انت عايزه تنزلي بقى بايه بالظبط. وهنديها كده تشويحه برضو. طبعا بما ان عندنا فراخ فبنعمل لها حفله، خلاص الفراخ بقى مش هترجع بقى تتسلق وتتهان، احنا مش هنهين الفراخ تاني. عندك فرخه يبقى انت جميله، هتحتفلي بيها احتفال كده يليق بمقامها يعني. هنا كده بعد بقى ما تشوح شويه هتكوني ضربالي كده 3-4 طماطمات تمام في الخلاط، وهننزل على بقى اللي احنا عاملينه ده. خلاص فضينا بقى الطماطم كده. هديها بقى هديها ملح، هديها فلفل اسمر وبس. عايزه تديها قرفه، عايزه تديها جنزبيل، عايزه تديها اي بهارات براحتك بقى. بس طبعا كل ما هتزودي في البهارات كل ما هتضيعي طعم الفراخ. فهو كده بس بقى. خلاص هتبلها وهسيب الطماطم دي تتسبك. هنا بقى اتسبكت خلاص، هنجيبها بقى. البت دينا عماله تقولي لا غيري المحروقه غيري المحروقه، اهو التصوير ومش التصوير اهو كده كده نفسيتك ارتاحت اهو. خلاص غير والله العظيم المحروقه دي بحبها قوي. طيب المهم سبكناها بالطريقه دي. اخر بقى مرحله هنعملها اقول لكم هنعمل ايه. هناخد كده قيمه كوبايه صغيره من الحليب. ماشي، مفيش حليب نحط نحط زبادي. تمام. هتيجي بقى في الخلاط بتاعك او في الهاند بلندر وتبداي ان انت تنعمي الكلام ده كله، اللي طبعا بالشكل ده عيالك مش هياكلوه ولا انت. انا ممكن اكله عادي. دينا بقى اعزمي دينا عندي. اي حد عايز يعزمني يا جماعه متاحه 30 يوم عادي. عزماني عندكم، هتفرحكم وتفطر عندكم وممكن تفرحكم اكتر وتتسحر كمان. هضحككم حلو قوي. تفطر وتسحر عندكم عادي. خلاص هجيب بقى انا الهاند بلندر. معلش يا جماعه الروتين زحمه ودوشه ومن غير مونتاج، معلش مش هعرف اعمل مونتاج، فاستحملونا بقى في رمضان. هنبدا بقى ان احنا نضربه كده
خلي بالك بقى انه ما يطرطش عليكي، اللي هي طبعا سخنه قوي. طبعا ممكن في الخلاط تروحي ناجزه الليله دي، بس لو في الخلاط بقى هتعملي ايه؟ لو في الخلاط هتستني يبرد شويه، عشان ما يبقاش عشان فرخه بوظنا الخلاط يعني. هو الفرخه قرب سعرها يبقى زي الخلاط. بس نعميه بقى على قد ما ربنا يقدرك. خلاص بس هنجيب بقى، اطلع بره يا سليم. لو انت عايزه تغمقي لون شويه ممكن تديها معلقه صلصه، ماشي، لكن انا يعني ايه اللون كده حلو. بس بقى هنبدا ان احنا نصبها على الفراخ. هي بقى الفراخ هتنزل الدهون اللي فيها وهتنزل الميه اللي فيها والكلام ده كله مع الخلطه. بص هتبقى تحفه. انا عامه يا جماعه لما بعمل اي فراخ في الفرن بحب ان انا اعمل الوش بتاعها، يعني بعد ما تستوي بحب اعمل الوش بتاعها بالصويا صوص والكاتشب، تمام. ولكن النهارده ممكن استغنى عن الحته دي واشوف اللون هيطلع معايا ايه. لكن لو اللون طلع معايا وحش اكيد هدهنها من الوش. نعم. رضا عايز تقعد جنب رضا في نفس الكرسي؟ لا مش هينفع، اقعد على الكنبه، اقعد جنبيه، اقعد على الكنبه جنبيه. لا هات كرسي واقعد تاني جنبيه على الكمبيوتر يا سليم. لا رايح فين؟ هات كرسي من بره. هات كرسي السفرة. هات كرسي السفرة. كرسي السفرة، اديله كرسي السفرة يا رضا معلش. هو رضا هيجيب لك كرسي. بس كده بقى ايه، هات له كرسي يا رضا. بس كده خلاص بقى. مشغلين طبعا الفرن علشان تبقى سخنة، وهنغطيها بورق فويل او هتغطيها باي حاجة، لو صينية مدورة ولا حاجة غطيها باي حاجة على الوش. وهنحطها بقى ايه في الفرن تستوي في الفرن، وان شاء الله تستوي على طول. انا بقى ايه هغطيها بورق الفويل وهدخلها الفرن. بس كده بقى عملناها بورق الفويل. وعلى الفرن على طول بقى اوريها لكم ان شاء الله لما تطلع من الفرن. طيب احنا بقى ايه يعني هنسويها بنسبة 90% في الفرن، وبعد كده هنشيل ورق الفويل ونحط ايه تحت الشواية عشان تاخد لون. لو الفرن عندك فيها مروحة شغالي. تعالوا بقى نعمل كام واحدة سمبوسة كده. عايزة اقول لكم بقى الجبنة الموتزاريلا دي رهيبة، اسمها الوسيم، فظيعة حلوة جدا جدا جدا، كأنها كده سمنة بلدي يعني موتزاريلا بالسمنة. ايه ده، نسيت احط سمنة على الفراخ، كنا حاطين على وشها سمنة كده. يلا بقى مش مهم. طب احنا حاطين دلوقتي الشوربة على البوتاجاز تغلي. والشوربة ايه متحيقة، يعني الشوربة برضو بتحيقيها اللي هتسقي بيها المحشي. وهنا بقى ايه المحشي. صباع المحشي احنا بنحبه صغير
ودوت الفلفل. خضره كبيره. الخضره دي هتزرع الخضره. خدي بقى لو الشوربه غلي تسقيه. هتحطي مكان انت خلاص يا دينا، خلاص اهدي. هتمسكي حله جرانيت. الحله بتاعتي ما بتسخنش عشان كده، عشان دي منها فيها. ما انا لحقت نفسي. بسم الله. وديها هناك بس. هزي كده شوفي بس. دي بقى بتسخن قوي، يعني اصلا في ايدي مولعه دلوقتي. خلاص بس خلاص. انا بقى هحط له سنه سمنه كده على الوش. افتح سمبوسه. افتحيها. لفها فين؟ خلاص كده بقى المحشي احنا هنحطه على البوتاجاز، وبعد ما يغلي شويه حلوين كده هنوطي عليه. وادي كده حته سمنه بلدي كده ننزلها على الوشين، معلقه ولا حاجه. هجيب لك معلقه. خلاص عقابا ليكوا احنا هنفطركم مع مدفع السحور زي شكرا. عادي هروح السحور وفطار. نعمل بقى البتاعه دي بسرعه. بصوا بقى، وريهم الجيب وريهم بتلفيها ازاي. طب احط دي كده الاول. حطي دي وريهم بقى بتلفي ازاي. عملتيها جبنه وموتزاريلا على بعض. ماشي. كل ده عشان هتوريهم. بصوا بقى اعمليها الاول. لا انا بعملها كده. معلش يا جماعه، حاولوا ما تتعلموش منها حاجه. زودي في الموتزاريلا عشان تشدي كده وتبقى حلوه. عيب عليك. شاطره. خلاص. وبيبقى ليها جيب كده. كده نصها ولا نصها وننجز. ماشي. هنعمل كام واحده. بص انا بديها بقى بتبقى مثلث كده ومثلث كده، وبعمل لها يعني زي جيب. وبعد كده هديها الجبنه وهديها الموتزاريلا. تمام. حط موتزاريلا كتير كده عشان تسيح. حط كتر يا دينا في الموتزاريلا كتير والله. نبقى نطلع تاني. ماشي. خلاص. طبعا الموتزاريلا لسه مجمده شويه من الفريزر، وبلفها كده وبرضو بدخلها في الجيب ده. هنا بقى هننزل الاول بالمخللات. خدمه 5 نجوم والله ما هيلاقوها بره. اول حاجه ده المخلل. المخلل ده مخلل جاهز. بصي جوزي بيجيبه من وسط البلد، رهيب. وهنا طبعا البتنجان الخطير اللي دينا عاملاه. سلطه الطحينه واسمه ده سلطه زبادي لبن ده ولا معرفش وسلطه خضراء. وهنا كمان عملنا السمبوسه اتحمرت. هنطلع بقى الكلام ده ونغرف الباقي. وهنا طبعا بقى مدام جوزي يجي بقى بالخير، جايب لنا كابوتشا قد الكرومبه. كبيره قوي. ماشي. هناخد منها حته. وجايب لنا كمان سلطه وقطايف عشان نحلي. وخروف صح. تمام. هاتلنا طبق ايدينا نفضي. بصوا السلطه دي بقى رهيبه اللي بيجيبها. سلطه حلوه قوي، سلطه جاهزه. وجايب لنا كمان كركديه. امبارح جبنا كفته دي صفر الله العظيم. امبارح جبنا فراخ وكفته جاهزه كانت طعمها وحش قوي. الراجل النهارده كان كلها برغل وغاليه قوي، وكان غالي قوي. بصوا السلطه
حلوة قوي. تعالي فضيها يا زينة. نشوف بقى الفراخ نحطها تحت الشواية. عموما جت شويه حاجات عظمة جوعوا اكتر. عظمة. نقطع بقى حتة كاوتشة. ماشي. هنا بقى نصب العصير. الأذان أذن بقى. كل سنة وانتم طيبين. عصري ايه طيب ده؟ يا جماعة احترموا التصوير شوية. مننا وعلينا. معلش يا جماعة استحملونا في الفيديو ده. عشان المغرب أذن. المغرب أذن. طب خد ده كركديه. ها بسم الله. طعمه ايه بذمتك كركديه؟ بأمانة ايه؟ بأمانة. هاتي لنا ايدينا كوبايتين تاني عشان الطعم. خد يا رضا افطر يلا. ما تنساش اللهم اني لك صمت. خد يا سليم افطر. ما بتحبوش؟ تاخد تمر. طعم وحش. طعمه ميه. طعمه ميه. ما هو انت اللي شاريه. التمر. ما رضيتش اوديك عند راجل بعيد. خد يا سليم اشرب. نشوف كده اللي طعمه. حط على الرخامه. نقول بسم الله ونقول مش عارفه تقطع بك يا امل. مش عارفه اقطع البتاع بس انا بقطع بطيخه. ايه ده؟ الكاميرا مفتوحه. هنا بقى الفراخ حطيتها تحت الشوايه. طبعا رفعتها فوق عشان انا مستعجله. نشوف استوت ولا ايه. استوت جميله. نعم. بس كده خلاص. هنا بقى الفراخ طلعت معانا اهي. عايز اقول لكم الصوص بتاعها ده بيبقى تحفه. ندوق بقى بما ان المغرب اذن. بسم الله. حلوه قوي. حلوه قوي قوي. حلوة بس حلوة. حلوة جدا. بص عارفة جدا حلوة. حلوه جدا. ريحتها حلوة. هنا بقى المحشي خلاص بقى هنطفي عليه على حسب وضعه. هنطفي عليه وهنغرب. استوى ولا لا؟ استوى. طيب كويس استوى. افضي المحشي بقى في الصينيه دي. ايوه حلوه الفكره دي. احط الستيم شويه في طبق لوحده. نحط السليم ونحط الايمن. هو تقريبا الفلفل مستويش على ما اعتقد. لا استوى يا شيخ. اكل على فكره المحشي استوى. يا حبيبي المحشي والله العظيم كنت لسه هقولها خدتيها معانا. خد لك احنا فاتحين. تضحكوا على ايه؟ سليم بيقلد رضا وهو بيصلي. ربنا انا عايز سليم واقف جنبي بيصوصو. قلت له هو مش عارف. سليم صلى مع واقف رضا. يصلي مع رضا. فبيصوصو بيمسك فاهم. فبيقول بيصوصو جنبي وانا بصلي. ما في كل شويه يبص لي. امشيله دماغه عشان يبص تحت يروح بص لي. واو. حرام. استني نصورها. المحشي انا عايز واحدة. اول ما جبت انا جبت المحشي. طلع الشمع.